وحوي وكنافة كمان. بوجي وتمتم بوجي وطمطم. بوجي وتمتم على فكرة اللي السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير. ربنا يا رب بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب، ويرفع البلاء والوباء والغلاء عننا، اللهم امين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض احلى بوجي ممكن تعمليه تفرحي بيه ولادك، وكمان ينفع مشروع مربح هنعمله وهقولك ازاي تشطبيه ويبقى جميل جدا، وكمان ينفع ان انت تعملي بيه تفرحي بيه ولاد اصحابك وقرايبك. الاولاد هيفرحوا بيه قوي لان احنا معروفين في شهر رمضان ببوجي وطمطم. تمام. الطريقه سهله ان شاء الله. هقولك احنا استخدمنا ايه مع بعض، بس في الاول نسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص الطريقه كانت بسيطه جدا وهو حلو قوي وكيوت قوي، ما خدش مني وقت. انا هقولك استخدمت ايه. طبعا كلنا عندنا الورق اللي هو بتاع التحاليل او الكراسات الرسم، زي ما قلت لك انا ما بستغناش عنه، اللي هو ده. تمام. الكفر اللي هو بتاع التحليل من بره انا بخليه عندي، ما برموهوش، بستخدمه. طبعا هقولك هنعمله ازاي. وعندي طبعا الباترون بتاعي اللي بجيبه من على النت، وان شاء الله في علامه الاي اللي فوق، او هسيب لكم برده في صندوق الوصف ازاي نجيبه من على النت. تمام. انا ده الكبير ده كان بتاع السنه دي، الصغير ده انا كنت عامله لي السنه اللي فاتت، وطبعا التعليقه بتاعته كانت من الستان، وطبعا ولادي ربنا يبارك لي فيهم يد طير عينه، بس هنعمل له عين مع بعض دلوقتي. والوش بتاع بوجي عشان تعمليه ممكن تعمليه من الفوم ده اللي هو الساده، بس انا بفضل اللي هو الجليتر، لان الجليتر بيدي لمعه كده وشكل مبهج بتاع رمضان. تمام. ودي كل الالوان اللي استخدمناها، واستخدمت قلم ومقص كبير ومقص صغير بس كده. انا بفتح الباترون معايا اللي هي الورقه، بجيب الباترون مش بعمله كده، انا بقلبه لان بوجي كان معدول وكلمه بوجي كانت معدوله معايا. تمام. وببتدي ان انا امشي على الكفر الخارجي بتاع بوجي، يعني الخط بس اللي من بره، فاهماني؟ بمشي على الخط اللي من بره بس كده، ما بجيش جنب اي تفاصيل علشان هقص بس الشكل اللي من بره، هو ده اللي انا هستخدمه. وببتدي ان انا اقص بالمقص، بس طبعا عشان اوسع لنفسي ببتدي ان انا اقص الحته اللي هي الكرتون الكبيره اللي من بره اللي ناحيه اليمين اللي ملهاش اي لازمه دي، وبعمل بيها بوجي تاني، يعني بعمل بيها بوجي ولا اتنين تانيين، ما برميهاش. بص كان الشكل كده واضح معايا. ابتديت ان انا اقص بقى الشكل اللي مش عايزاه، اللي هو قطعه الكرتون اللي فاضيه. تمام. انا مش بقولك استخدمي نفس الورقه دي، انت لو عندك كراسه رسم من بره تمام. بص شكلها بقى جميل ازاي. انا مش بعمل بقى من الحته البيضه، لا بقلبه كده عشان يبقى الشكل نضيف معايا. وطبعا انا فرغت بوجي كذا بوجي معايا زي ما انت شايفه كده. ببتدي ان انا الزق كل حته وحدها. طبعا فرغتها من الباترون اللي كان معايا في الورقه، بس عشان ما اخدش من وقتكم كتير فرغتها وحدي وجبتها علشان اوريكي ازاي تفرغيها. انت ممكن تفرغي قطعه قطعه كده زي ما هوريكي دلوقتي، التيشيرت وحده والحزام وحده والبنطلون وحده. بس انا بفضل ليكي علشان ما ياخدش منك وقت وتزهقي ان انت تفرغي الورقه كلها على بعضها في قطعه واحده. يعني انا عملت كده في الكحلي والموفي اللي جايين اللي على الشمال دول. رسمت الكفر الخارجي والداخلي، يعني رسمت الرسمه بره وجوه من على الفوم اهي، هتظهر معاكي في الموف اكتر. بصي رسمت التفاصيل كمان من بره، وابتديت ان انا اقصها بالمقص عشان يطلع كده معايا. ماشي. وهوريك الطريقتين. ده كانت طريقته ان انا بجيب كل قطعه والزقها بس بالشمع علشان ما ياخدش مني وقت، لكن ده ان انا حبيت ان انا يبقى معايا متين عشان لو هطلعه هدايا ولا حاجه يبقى يستحمل معايا. بصي بقي بوجي كمان انا رسمته عادي على الباترون، وجبت معايا المقص اللي بقولك لازم يبقى معايا صغير. ابتديت ان انا افرغه بالمقص الصغير كده، ونفس الطريقه البق الاحمر اللي هي الشفايف الحمراء دي عملتها كده وفرغتها برده بالمقص الصغير. تمام. انا بتكلم بسرعه لان الفيديو كان طويل وحاولت ان انا اختصره وجريته كتير، فعشان كده بتكلم بسرعه، معلش سامحوني. بصوا عشان السنه بتاعته انا جبت قطعه فوم ابيض من غير لزق من ورا، وابتديت ان انا اقصها حته صغننه جدا عشان يبقوا السنتين بتوع بوجي. وحطيتهم كده ولزقتهم بشويه شمع، بس انا بحطهم الاول كروكي كده باترون علشان اشوف هيبقى مظبوط معايا ولا لا، وبعدين بلزق حته حته. تمام. انا طبعا كنت محتاره احط التيشيرت ايه والبنطلون ايه، وقعدت ان انا اشوف طب ايه اللي هينفع معايا. بصي هنا انا كنت عامله بوجي كله بلون كحلي، وابتديت ان انا اقصه. ده هيسهل عليكي كتير احسن ما ان انت تعملي حته حته. انت جيبي الباترون من على النت واعمليه كله على ورقه فوم او على ورقتين ملونين،
تمام، وقصيهم وبعدين وزعي الالوان على 2 بوجي او 3 بوجي، هيبقى شكلهم حلو وهتشوفي معايا في اخر الفيديو ان شاء الله. بصي ابتديت ان انا احط كده، وكنت عماله اشوف انهي شكل هيبقى احسن والالوان تمشي مع بعض ازاي، وفي الاخر انا رسيت على لون هوريهولك دلوقتي. كنت بقطع من كل لون حته وبحطه، في الاخر رسيت على ان انا هخليه اصفر عشان يريح عيني ويبقى شكله شيك. تمام، انا ده الشكل اللي انا رسيت عليه. ابتديت ان انا احطه كده فوق بعضه عشان اعرف انا سكت في ايه، وما تغلطيش غلطتي اللي هي انا لزقت الشعر الاول، لا انت لزقي الودان والخدود بتاعت بوجي اللي هي القطعه اللي انا بلزقها دلوقتي دي، وبعدين القطعه دي هي اللي هتستفي عليها كل شعر. بص انا شلت الشعر هنا وبعدين لزقته تاني عشان انا كنت غلطانه وما كانش لازق كويس. فالودان دي ومكان العينين هو ده اللي يعني هيمشي عليه باقي الباترون. تمام يا حبيبتي. بعد كده ابتديت ان انا الزق بوجي، بس برضو نصيحه لزقي القطعه اللي هي من فوق بس، وسيبي اللي من تحت الحته الصفراء اللي من تحت، عشان لما نيجي نحط البق الاحمر الشفايف الحمراء والحته السوداء يديكي وسع وبراح كده، وتعرفي ان انت تحطي زي ما انت عايزه براحتك. فاهماني؟ حطيت الاحمر شفايف وحطيت الحته السوداء كده. كل بوجه عملته بنفس الطريقه، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. اعملي بالراحه واحده واحده. انا طبعا مجريه التصوير بس انا كنت بعمل بالراحه علشان يعني ما اتلخبطش فيه، او ما اعرفش ان انا اشيل تاني اللزق، عشان انا شايلاه حاطه سيليكون يعني ولزق، ما ينفعش ان انا اشيله تاني. فاهماني؟ ابتديت برضو ان انا اجيب الرقبه بتاعته لزقتها، وبعدين حطيت الياقه بتاعته. وكنت عايزه اقولك ان حتى لو الياقه بتاعته بلزق من ورا زي كده لازم تحط لها حته شمع، علشان بعد كده اللزق بتاع الفوم بيفك من على الكرتون. تمام يا حبيبتي. وان شاء الله هنعمل مع بعض كوسترات لبوجي وطمطم، بس استنونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. انا ما رضيتش اطول عليكم والله الفيديو اكتر من كده. بصي التيشيرت بتاعه انا لزقت القطعه اللي من فوق لتحت الياقه، وبعدين لزقت الجوانب علشان امشي واحده واحده وما تصربعش يعني او استسهل ويبوظ معايا الشكل كله. ابتديت برضو ان انا احط الحزام بتاعه كان بلزق، وبرضو حطيت له نقطه شمع كده، ولازم ان انت تدوسي عليه لفوق علشان ما يبقاش فيه فراغات ما بين التيشيرت والحزام والبنطلون. تمام. انا قبل ما احط الايد طبعا حطيت الحته اللي هي بتاعه التيشيرت. بصي الشكل ابتدى يوضح معايا كده، شكله جميل جدا ومفيهوش حاجه يعني صعبه خالص. انت كل الحكايه ان انت هتجيبي الباترون بتاعه وهتقصيه بس بالظبط وبالمظبوط كده على الورقه وعلى الفوم، وهتبتدي مع نفسك كده هتلزقيه. هيبقى سهل جدا للناس اللي كانت مستنيه مني فيديوهات بوجي. اقتربت صلاة العصر. وابتديت برضو الزق البنطلون معاكم. طبعا الشرح واضح مش محتاج ان انا اشرح، وشكله هو يعني مبين نفسه. انا بعد ما خلصت بوجي بصي في الاخر خالص كده عند الكوتشي بتاعه او رجليه اللي هي الكحلي عشان يبقى متناسق معايا. حطيت بس يا دوبك حبه شمع صغيرين في اخر الرجل كده، ورحت لازقه عليهم البوت بتاعه او الكوتشي بتاعه، بس ما فيهاش اي حاجه. والزيادات بقى اللي هي باقي الكرتون احنا بنقصها بمقص صغير علشان يبقى شكل معاك نضيف لو انت هتطلعيه كمشروع مربح. ماشي حبيبتي. كنت بورولك من ورا ان هو نضيف جدا. بصي الكرتون بقى ان انا بقص الزيادات بتاعته بالمقص الصغير خالص عشان ينفع ان هو يقص بين الصوابع ما بين الرجلين. تمام. حتى لو في زيادات فوم بنقصها برده مع الكرتون عشان يبقى الشكل كله لايق على بعضه. وبعدين ابتديت ان انا اجيب حتت فوم كده علشان ان انا ازين بيها التيشيرت بتاعه، بس لقيت ان هو مش ماشي مع بعضه، فابتديت ان انا اجيب حتت كحلي شبه الياقه وشبه الحزام وشبه الكوتشي بتاعه عشان يبقوا متناسقين مع بعض. وانا بطأت الفيديو شويه عشان تشوفي انا لزقتهم ازاي، لان البوجي اللي بعده انا عاملاه كله كده. ابتديت ان انا اجيب حته فوم صغيره، عشان كده بقولك ما تهدريش اي فوم، وحتى بواقي الفوم ممكن هتعملي بيها بوجي وطمطم واشكال جايه معانا كتير ان شاء الله. ابتديت ان انا احط حته بس يا دوبك شمع بسيط جدا والزق الخط كده عليه. وطبعا بصي شكله هيختلف 180 درجه لما تعملي الكم بتاعه. بصي دلوقتي لما اخلصه يا رب بس الفيديو لو عجبكم حبايب قلبي ما تنسونيش في اللايك وبدعوه حلوه بظهر الغيب. ولو انت اول مره تتفرجي معايا على فيديو من فيديوهاتي اتمنى تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله اللي جاي معانا احلى، ولسه مكملين في زينه رمضان. بصي انا هعمل برضو نفس الكم بنفس الطريقه الناحيه التانية. بصي شكله كان كيوت وحلو ازاي، سهل جدا، فرحي بيه ولادك.
بصي التعليقه بقى بتاعتنا كالعاده، انا بحط شويه شمع من ورا وبجيب حته استرس. انت بقى ممكن تجيبي خيط، ممكن تجيبي كروشيه، خيوط كروشيه، ممكن تجيبي كمان قطع ستان، اي حاجه متوفره عندك يعني، ما تتأيديش حتى لو استك عندك، اي حته استك، بس فرحي ولادك باي حاجه في الشهر الفضيل. طبعا ولادي فرحوا بيه جدا، وبالذات اياد فرح ببوجي قوي. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ونعمل كل حاجه تفرحهم وتدخل عليهم السرور يا رب في رمضان. طبعا عشان السنتين دول يبانوا، انا جبت قلم معايا اسود وعملت زي فرق كده في النص عشان يبانوا السنتين بتاع بوجي، بس كده وبقى احلى بوجي معايا. ممكن تعلقيه بقى ورا باب اوضه الاطفال، ورا باب اوضه الصالون، ورا باب الشقه. بص انا قللت لك الاضاءه كمان عشان الشكل بتاعه يظهر. تخيلي بقى لو انت كنت عملت الوش والايد بالفوم العادي ما كانش هيبقى مبهج كده، لكن انا حبيت ان انا اعمله ببامبي مبهج يعني جليتر. بصي التاني ده كان كمان جميل جدا، وابتديت ان انا اعمل معاكي واحد تاني بس ما كملتوش للاخر عشان تشوفي ان طريقته سهله. التاني ده برضو اللي هو على اليمين خالص، انا حبيت ان انا اعمل فيه شغل كتير كده عشان يبقى رمضان يعني. يا رب ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعجبكم. ما تنسونيش حبايب قلبي بدعوه بظهر الغيب. اتمنى فيديوهاتي كلها تعجبكم، واي استفسار في التعليقات ممكن تكتبوه لي، او لو اي طلب انتوا حابين اعمله عشان رمضان قولي في التعليقات وان شاء الله انا هنفذه لكم باذن الرحمن. بصي شكله كيوت جدا، احنا نضفناه مع بعض ووريت لك طريقه ان انت تنضفيه ازاي، وازاي تعمليه. كمان ممكن تعملي بدل ورق التحاليل ده او ورق الكرتون الصغير ده، ممكن تعملي ورق كرتون كبير مقوى يعيش معاكي ويبقى مشروع مربح حلو قوي ليكي من البيت. هو سهل جدا مفيهوش اي حاجه، والنت خلى كل حاجه متاحه معانا. مش هقولك ان انت ممكن تروحي تطبعي، لا، جيبيه من البيت معاكي، او ممكن كمان تشفيه من التليفون. يعني لو انت بتتفرجي عليا دلوقتي ممكن تاخدي الاسطمبه دي من التليفون، بوج صغنن كده وتعمليه. انا طبعا كملته هنا مع نفسي، وكان علشان ان انا زينه تزيينه مش تقليديه يعني. جبت كملال كان عندي، والنجمه دي كانت من فوم موجود عليها نجوم، قطعت النجمه من على الفوم، وابتديت ان انا الزقهم كده عشان يديني روح رمضاني يعني اكتر، فاهماني؟ انت التزيين ده طبعا بتاعك. انا حبيت بس اعمل الكحلي والاصفر يبقوا هادين شويه، لكن اللي على اليمين خالص ده كان مبهج كده وفيه شغل كتير. انت بقى التزيين بتاعك واعملي فيه اللي انت عايزاه. بصي كان شكله جميل ازاي. ان شاء الله استنوا معايا الفيديوهات الجايه، هنعمل حاجات كتيره، وهنعمل طمطم، وهنعمل طماطم، وهنعمل مع بعض حاجات حلوه. مش عايزه احرق الفيديوهات الجايه، بس استنونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هتعجبكم باذن الله. بصوا شكله كان لذيذ ازاي. يا رب الفيديوهات تكون عجبتكم حبايب قلبي. متنسونيش ان شاء الله بدعوه بظهر الغيب واللايك بتاعكم الجميل اللي بيرفع الفيديو ويخليني ان شاء الله استمر ان انا اعمل كل حاجه حلوه. بصي بقى انا كنت بقولك هنا احنا لما لزقنا ده مع بعضيه كان خفيف كده، لكن بوجي التاني ده كان ماسك نفسه اللي هو بالكرتون. ده كان بتاع السنه اللي فاتت. انا لمعته مع بعض وكان شكله حلو برده مع اخواته. ده كان شكله بقى البوجي وطمطم بوجي لما علقته مع الزينه بتاعتنا. يا رب يكون عجبكم حبايب قلبي. اشوفكم في حفظ الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حفظ الرحمن يا حبايبي.